بعض الناس يقول ليش المطاوع يتزوجوا 2 و3 و4؟ لأنه ما يزوغون، ما عندهم مجال للتزويغ. لكن أنت ما تزوجت ثانية لأنك بتزوغ. زوجتك في البيت لكنك تشاهد فيلما، ترى صورة، تعاكس امرأة في الشارع، تستمتع لك هنا وهنا. الصالح ما عنده فراغ، ما حرام. في حاجة حلال ولو نتعب، تعب. الزواج هو تعب، ما هو سهل. صحيح ان في خير لكن في تعب، مشاكل وحرب وليالي حمراء. قال الله عز وجل: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تزوجت واحدة ما زلت ترى نفسك تريد هنا وهنا، قل لا لا، يلا واحدة ثانية. تزوجت الثانية ما زلت ترى نفسك تحيص وتميص، قل لا لا، ثالثة. وجدت الثالثة ما زال، الرابعة تطرح أرض بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشرع ومن الإسلام حتى لا تفعل الحرام، حرصا من الدين عليك وعلى أخلاقك وعلى قيمك، حتى لا يفهم بعض الناس خطأ. لأن بعض الناس يفهم غلط، يقول لك المطاوع حق شهوات. لا لا، ما هم حق شهوات. بارك الله فيك، في دين، في دين. أنا رجل بارك الله فيك، لكنني لا أحب المعصية، لا أحب الحرام. ولهذا تجد كثير من الناس عنده رغبة ليعدد، لكن خايف من زوجته، خايف من أبيه، خايف من أمه. ماذا يفعل؟ يعاكس بنات، يشوف أفلام طول الليل، يفعل معاصي وسيئات. بطل وتزوج يا أخي حفظك الله، ولو تقتل بعدن الله عز وجل سيفرج همك سبحانه. ولا تعصي الله سبحانه. المعصية شر والله وذل. ولهذا ادخلوا البيوت، كثير من النساء تئن. تقول بعض النساء: يا شيخ أنا في غرفة وزوجي في غرفة طول الليل. ما له؟ قالت: هو التلفون. هو التلفون، ايش بيه سوي هو التلفون هذا؟ بيتصل الصينيين يرسل له تجارة. زوجته خلاص مجنونة. قالت: أغار. وبعضها تقول: يعاكسها أمامي وأسمع الحوار بينه وبينها، أنا خلاص ضد. تزوج يا أخي، حرام عليك، حرام حرام. وإذا قلت لها اتزوج يقول لك: والله صعب. والله أنا أستطيع أتزوج، لكن كلمها. مش أكلمها وكيلتك زوج. مسألة فيها معصية، فيها ذنب ربما تقودك إلى جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فتزوج إن كنت متزوجا ورأيت في نفسك تهردا، اضربها بالزوجة الثانية. ما في فائدة بالثالثة، ما في فائدة دقها بالرابعة. اي والله، حتى تسلم أنت من المشاكل والهموم والأحزان. وإلا والله هذه حقيقة نسمع عنها كثيرا. يقول لك: أنا تايه، أنا خلاص تعبت. والسبب في ذلك هذا الأمر. فهذه الأمور إخواني بالله مما أحب أن أنبه عليها نفسي وإخواني. ابتعد عن الوسائل التي تذكرك بهذه الأمور. سيقول شباب: أنا عندي هاتفي الحمد لله أنا نظفته، ولكن أحيانا ما أدري إلا وتأتيني اتصال، تأتيني رسالة فتذكرني بالماضي. ماذا أفعل؟ بيع التليفون، بيعه، اشتري لك تلفون من هذا أبو يسموه زمان الريمي هذا. هذا المسكين ما استقبل صورة، يعني ولد شريفا ومات شريفا. ما استقبل صور ولا حاجة. طيب من يوم ولد لما مات. خذ لك واحد من هذا الهواتف، استقبل مكالمة واترك مكالمة. غلق باب يأتي منه الريح، سد واستريح، ترتاح. حتى بعض الناس من شدة القلق والاضطراب الهاتف يربط في بطنه، لا يخرج، طارح في المسدس، يعني حاجة ضخمة. لا داخل رمز، خايف، داخله بلاوي. أسأل الله العافية. إخواني في الله، أنا والله هذه المسألة تؤرقني جدا، لأن المسلمين إذا سلكوا في هذا الوادي ستضيع علينا أشياء كثيرة خلقنا لأجلها. والله خلاص سنعيش حياة تائهة
فأنا ناصح للشباب، ناصح للكبار والصغار بأن نتقي الله في أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا أمر مهم جدا. الكلام يطول ويأخذ بعضه بعضا، لكني أذكر الخطباء ينتبهوا لهذا الموضوع، ركزوا عليه كثيرا. حذروا الناس من هذا البلاء، حذروا الناس من الاختلاط، حذروا الآباء بألا تخرج بناتهم إلا محجبات، لأن هذا من أسباب انتشار البلاء. محجبات أيها الناس، محجبات محجبات، ولا يخرجن إلا لضرورة. والله حرام. يا أمة الله اتق الله عز وجل، اجلسي في بيتك، اتق الله وأنت مأجورة، وإذا خرجت فلا تخرجي إلا لضرورة، وتكوني في غاية الاحتشام، فإن الفتنة حاصلة والبلاء. فكم من شاب في حال لا يعلم به إلا الله من الضياع ومن القلق ومن الاضطراب. اتق الله. وأنت أيها الشاب اتق الله، لأن بعض النساء ربما تقول: وأنتم اتقوا الله غضوا أبصاركم، لقفت. فالواجب الحذر. فننصح كل الأطراف أن يتعاونوا من أجل صفاء الواقع والمجتمع. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله.